نصيحه يا جماعه، لو انت معزوم في مكان وهتاخد حد تاني معاك، اتاكد انه مش هيعمل لك مشكله في المكان ده. من يومين كنت معزوم على سحور في خيمه رمضانيه، وعشان انا كنت كريتور اصيل، خدت صديقي في الاستوديو الفنان باتمان، واشترينا فانوس كبير عشان ما ندخلش الخيمه ايدينا فاضيه، وقلنا نقسم نفسنا، هو هيجيب اطباق الفول والعيش وانا هجيب السوبيا. وانا مندمج مع الراجل بتاع السوبيا، سمعت دوشه وصوت عالي قوي وواحد بيزعق وبيقول له والله لا اقلعك القناع. لقيت باتمان ماسك شكله واقف على عربيه الفول عايز يكسرها، عشان قال للراجل بتاع الفول عايز فول بالبيستاشيو، قال له ما عنديش وهو عنده جوه. وده خلاني اسال نفسي سؤال مهم: كيف بدأ البيستاشيو؟ الحياة كلها بقت خضراء، كل الحلويات بيستاشيو، القهوة بيستاشيو، برفان بيستاشيو، زيت أكل بالبيستاشيو، ليه؟ لدرجة أنت لو سألت شات جي بي تي هتتفاجئ. وفي صلصة البيستاشيو الحارة، في كريم حلاقة بالبيستاشيو، ومايونيز بالبيستاشيو. فروحت على عمي وعم عيالي جوجل وقلت له ما أسباب انتشار البيستاشيو وتحديدا بيستاشيو البمبوزة. لقيت في إحصائية بتقول إن متوسط الاستهلاك العالمي للبيستاشيو 800,000 طن سنويا، 700 منهم في بلبن لوحده. ولقيت إن واحد من أسباب انتشاره في مصر ترجع في الأساس إلى التسويق للبيستاشيو على إنه لاكجري براند، منتج فخم واللاعب على اوتار احلام الطبقات المتوسطه والمتدنيه اجتماعيا بحلم الترقي اجتماعيا، احساس ان هم من طبقه اعلى عن طريق انهم يشتروا بيستاشيو. طبعا هتسالني ازاي البيستاشيو بقى لاكجري براند. الحلويات زمان ايام جدي وجدك كانت متقسمه نوعين: كنافه، بسبوسه، وبنت عمها الهريسه. الجاتوه ده بتشوفه لو انت رايح تخطب او رايحين تزوروا حد. ومع انتشار الثقافه الغربيه اللي بتهتم بالمظهر على حساب الجوهر، فبقى الحاجه مش لازم بس يكون طعمها حلو، لا كمان لازم يكون شكلها حلو والبوزيشن الاجتماعي بتاعها حلو. لازم الحلويات تكون كلاسي. وكمان الثقافه الغربيه بتهتم قوي بالكميات، حط كميات في الاكل لغايه ما تودي الطعم اصلا. هنا بقى دخل البيستاشيو في اللعبه، لونه اخضر مميز مش موجود، يخطف العين لو حطينا عليه شويه اضاءه واو، سعره غالي اصلا مقارنه بالمكسرات العاديه، فلما احط لك صوصات بيستاشيو بتحس ايه ده، كل ده ليا لوحدي. سكيرسيتي، ندره الانتاج بتاعته، واللي بتخليه حاجه اكسكلوسيف قوي، ان انت تقدر تجيب منتج عليه كل البيستاشيو ده، انت من عليه القوم وش يعني. مع شويه ماركتنج، مع شويه تسويق بالانفلونسرز، اتخلق هايب كده حوالين البيستاشيو، وان انا باكل بيستاشيو اذا انا شخص غني. وطبعا مع الاحساس على لعب الفومو، فير اوف ميسنج قوي، الخوف ان انت يفوتك حاجه حلوه فبتبقى عايز تجربه حتى لو مش حلو، بس بتبقى عايز تجربه. فبقى كل الناس عايزه تجرب البيستاشيو، واصلا البيستاشيو قليل، فزياده الطلب وقله المعروض خلق منه لاكجري براند مش اي حد بيعرف يجيبه، وبقى عامل زي ابل كده، بوزيشن اجتماعي. ولكن في النهايه عايز اقول لك حاجتين: اولا البيستاشيو طعمه مش حلو، لو فاكر ان في كميه بيستاشيو في مصر تقضي كل صوصات البيستاشيو دي، فحرفيا انت عايش في الشلاحات. لايك، فولو، شير، واستنوني انا وباتمان في مغامره جديده. كان معكم هاني شاكر حسن شحاته.